في لحظة كل حاجة اتغيرت. الهدوء اللي احنا كنا حاسين بيه في الشاليه ده طلع قناع وهمي بيغطي على حاجة ملعونة. احنا رحنا نصيف علشان نتبسط، لكن لقينا نفسنا في كابوس ما بنتمنهوش في أسوأ أحلامنا. لو شفت بعينك اللي أنا شفته هتعرف إن في حاجات ما بتتفسرش، حاجات قادرة تخلع القلب من مكانه، ووجودها مرتبط البيت المهجور اللي جنبنا. وبعد اللي حصل انا متأكد من حاجة واحدة، احنا الاربعة ما خرجناش كاملين من الموقف ده. القصة اللي هحكيها لكم دي مش خيال، دي الحقيقة اللي عشناها دقيقة بدقيقة، وعايزكم تسمعوا كويس علشان ما تكرروش غلطتنا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا ريت قبل ما نبدأ القصة تطفي النور من حواليك، وكمان تجهز سماعتك علشان تستمتع اكتر بالقصة. ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا وتلاتة من صحابي وهم محمود وزايد وإبراهيم كانت بتجمعنا قعدة، وكنا قاعدين على قهوة بنتفرج على الماتش، وكنا خلصنا امتحانات آخر السنة على خير، وقررنا ناخد بريك ونريح دماغنا شوية. زايد قال لنا إن أبوه عنده شاليه قديم شوية في العين السخنة، والمكان جميل ومحدش راحه فينا من سنين، حتى أنا ما رحتوش غير مرة واحدة وكان عندي 7 سنين مثلا. إيه رأيكم لو نروح نغير جو ونقعد هناك كام يوم؟ محدش فينا بصراحة كان عنده أي اعتراض. محمود وافق وكمان إبراهيم، وأنا كنت معاهم، واتفقنا إن احنا نتحرك النهاردة بعد الفجر، وكل واحد فينا راح على بيته علشان يبدأ يجهز حاجته. وعلى حدود الساعة 5 الصبح اتقابلنا عند بيت زايد علشان نتحرك، وفعلا اتحركنا بالعربية بتاعت أبوه وفي اتجاهنا للعين السخنة. وبعد شوية وصلنا للمكان اللي فيه الشاليه. زايد نزل من العربية وهو بيشاور وقال: هو ده الشاليه يا رجالة، شايفين المكان ازاي جميل والدنيا هادية ومحدش هنا ابدا هيوجع دماغنا. محمود وقتها اتكلم وقال: يا زايد انت متأكد ان المكان ده تمام؟ بص للبيت المهجور اللي جنبه ده، تحسه مهجور من سنين، شكله عامل زي الافلام الرعب اللي بتيجي في التلفزيون. في اللحظة دي انا كمان بصيت وبدأت الاحظ البيت اللي محمود قال عليه. فعلا كان في بيت موجود جنب الشاليه وشكله كان غريب. ابراهيم اتكلم ساعتها وقال: اسكت شوية يا محمود وبطل خوف. وكمل كلامه وقال: بس فعلا يا زايد مفيش شبكة هنا، انا النت عندي مش لاقط خالص. زايد بصلنا كده وقال: يلا بينا ننزل الحاجة ونظبط الدنيا. وبعدين يا محمود البيت اللي انت بتقول عليه ده مهجور من سنين طويلة. في اللحظة دي اتحركنا احنا الاربعة ودخلنا للشاليه، والمكان من جوه كان اهدى واوسع، والعفش كان قديم شوية لكنه مريح ومترتب. لكن الاغرب ان الصالة كان فيها شباك كبير ومكسور الشيش بتاعه، وكان بيطل مباشرة على البيت المهجور. انا اول ما دخلت عيني راحت على طول على الشباك ده. منظر البيت المهجور من جوه الشاليه شكله كان مختلف، ومش بس مرعب، ده تحسه انه كان بيشدك، وتحسه انه كان اقرب مما تتخيل. الشبابيك بتاعته كلها قديمة ومتكسرة، والعفش مرمي في كل مكان جوه على الارض. وكنت شايف حاجة في عتمة البيت، حاجة غامقة قوي، وحاسس ان في عين بتبص علينا من جوه البيت. انا قلت لنفسي اكيد بيتهيألي بسبب هدوء البيت، وطنشت الموضوع. وبدأنا وقتها ننظف المكان ونرتب حاجتنا، وبعد شوية وقت حلوين كنا خلصنا، وكنا قاعدين في الصالة على الترابيزة وبنتعشى، والجو كان هادي جدا وكل حاجة كانت طبيعية. لكن انا بدأت اسمع صوت جاي من الشباك اللي في الصالة، وكان في حاجة بره بتتحرك بقوة بالرغم ان مفيش هوا قوي بره. في الوقت ده محمود كان بيحكي لنا موقف وكنا مندمجين معاه. فجأة كوباية الشاي اللي قدام زايد اتحركت شوية لوحدها وعملت صوت حكة كده على الترابيزة. كلنا سكتنا كده وقتها وركزنا مع حركة الكوباية. زايد بص كده على الكوباية وهو مستغرب وقال: ايه ده يا رجالة، انتوا شفتوا اللي حصل؟ اكيد يعني محدش فيكم بيهزر معايا. ابراهيم بصله كده بتوتر وقال: اكيد الترابيزة مش معدولة. محمود رد عليه وقال له: لا يا ابراهيم، انا كمان شفتها، الكوباية اتحركت لوحدها ومفيش اي حد لمس الترابيزة. وكلنا كده سكتنا ومحدش فينا بيتكلم وبنبص لبعض. فجأة بدأنا نسمع صوت لباب أوضة في الشاليه بيتقفل بهدوء. انا بصيت لهم كده وقلت: الصوت ده مش جاي من هنا،
انا حاسس ان جاي من البيت المهجور. في اللحظة دي قمنا كلنا وبدأنا نبص من شباك الصالة على البيت المهجور علشان نتفاجئ ان في الدور التاني من البيت المهجور كان في شباك مكسور وفي بنت صغيرة واقفة وبتبص علينا، ومرة واحدة اختفت فجأة. ابراهيم وقتها جري على ريموت التلفزيون وشغل قرآن بسرعة وبدأ يتكلم وقال ما تخافوش، اكيد انعكاس ضوء ولا خيال. انا كنت عايز اصدق ابراهيم وتمنيت فعلا يكون مجرد خيال. في اللحظة دي زايد قال ما تيجوا نلعب كوتشينة، سيبكم من الموضوع ده. وفعلا بدأنا نلعب وانا اللي كنت بوزع عليهم الورق، وكنت قاعد كده على الكرسي ووشي للبيت المهجور. والورقة اللي جات لي زايد كانت غريبة شوية، كانت الورقة بتاعت البنت اللي ماسكة وردة، اكيد كلكم عارفينها. لكن البنت في الورقة كانت مطلعة لسانها وبتبتسم ابتسامة مخيفة. في اللحظة دي عيني جت على البيت وتحديدا الشباك، ولقيت في عتمة الشباك المفتوح واحد واقف ولابس جلابية، واقف كده وكان حاطط ايده على الشباك المكسور وما كانش بيتحرك، ومبتسم نفس الابتسامة اللي في ورقة الكوتشينة. انا بدأت اصرخ كده وقتها وانا عمال اشاور على البيت، كلهم اتنفضوا من مكانهم وكانوا عمالين يهدوا فيا وانا مرعوب ومش قادر اخد نفسي والله. زايد جري بسرعة جاب لي مية وبدأ يشربني وبدأ يتكلم وقال مالك يا ابني في ايه؟ بدأت اخد نفسي بالعافية وانا بحكي لهم على اللي شفته. هما التلاتة بصوا لبعض كده وكانوا مرعوبين، لكن بدأنا نهدي بعض وكل حاجة بقت طبيعية. وبعد نص الليل ما كانش حد فينا كان جايله نوم، وكنا قاعدين كلنا حوالين اللابتوب بتاع ابراهيم، وابراهيم كان بيحاول يجمع اي معلومات عن المنطقة او البيت ده، وعمال يخش على اكتر من موقع ويدور كتير. وبعد شوية بدأ يتكلم وقال مستحيل يا رجالة، اسمعوا كده اللي مكتوب هنا، ده مقال من جورنال محلي قديم ومكتوب فيه سر البيت الملعون في السخنة واختفاء عيلة الكيلاني. محمود قال له وقتها بيت مين وعيلة مين يا عم؟ إبراهيم فضل يكمل وقال في صيف سنة 1952 اختفت عيلة الكيلاني كلها من بيتهم في العين السخنة في ظروف غامضة، والبيت كان جميل جدا ومعمول بإتقان، لكن الأسرة اللي سكنت فيه جابت معاهم حكايات عن أصوات غريبة ووشوشة بتحصل في الليل. وبعد اختفائهم الحارس بتاع المنطقة اللي كان آخر واحد شافهم قال إنهم ما ماتوش، هم دمجوا ظلهم واتحبسوا في البيت، والبيت نفسه بقى هو اللي يختار مين اللي يكمل معاه. زايد وهو مخضوض قال أكيد مش البيت اللي جنبنا ده. إبراهيم بصلنا وقال نفس البيت ده ونفس الوصف هما اللي بيتكلموا عنه، ومن أيامها اللي يسكن في الشاليهات اللي حواليه يا إما يحصل له حاجة يا إما شاف حاجة خلت شعره يشيب. فجأة الكهرباء في الشاليه قطعت وكنا واقفين كلنا في ظلام دامس، ومحدش فينا شايف تليفونه علشان ينور، بس ضوء القمر كان داخل من شباك الصالة المكسور ويدوب كان منور. وبدأنا نسمع صوت خطوات بره وكانت جاية من ناحية البيت المهجور، وبدأنا وقتها نشم ريحة تراب خنيقة في كل مكان. في اللحظة دي زايد بدأ يصرخ وقال في حد واقف قدام الشباك. بصينا بسرعة كلنا على الشباك وفعلا كان في حد واقف، ضيف ضبابي لراجل كبير في السن ولابس جلابية، وهو ده نفس الراجل اللي أنا شفته قبل كده، وكان بيبصلنا كده وبيشاور على البيت المهجور. وبدأ يتكلم وقال الجار نسيني، احكوا حكايتي وساعتها الباب هيتفتح ونفسي هترتاح. بقينا واقفين متجمدين في مكاننا ومش عارفين نعمل ايه، وساعتها فهمت ان المشكلة مش في الشاليه، المشكلة في البيت المهجور، واحنا خلاص بقينا جزء منه. انا بدأت اصرخ فيهم وانا بقول الباب يا شباب، اجروا على الباب. وبدأنا نجري وقتها واحنا مش شايفين اي حاجة وعمالين نخبط في بعض لحد ما وصلنا لباب الشاليه اللي كان مقفول. احنا الاربعة في وقت واحد خبطنا الباب بالكتف وكسرناه وخرجنا جري بره واحنا بنجري للعربية، وركبنا العربية بسرعة واتحركنا من المكان. بدأت بسرعة ابص للبيت وشفت العيلة كلها واقفة بره قدامه ومبتسمين ابتسامة مخيفة، وفضلنا ساكتين طول ما احنا في العربية ومحدش فينا قادر يتكلم. الرعب اللي سكن في قلوبنا ما كانش مجرد خضة. في اللحظة دي كل واحد فينا طلع من جيبه حتة ازاز كانت مكسورة ومحفور عليها حرف، ولما جمعنا الحروف طلع اسم الكيلاني. ورجعنا بيتنا وقتها
بس في الحقيقة احنا مرجعناش. كل واحد فينا بدأ يحس ان في حاجة معاه في ظله، ووشوشهم كانت بتظهر لنا كل يوم في الحلم. لو وصلت لحد هنا يبقى دي النهاية بتاعت قصتنا النهاردة، اللي مستني رأيكم عليها في التعليقات، واشوفكم على خير في قصة جديدة.